لو انت في يوم من الايام اضطريت انك تنام عدد ساعات قليل، مع اني طبعا مش من مفضلي الكلام ده، تعال اقول لك النصيحه اللي جايه. عشان نعرف ننام عدد ساعات قليل ونصحى فايقين، لازم نفهم يعني ايه نوم اصلا. النوم بيتقسم لاربع مراحل: نون ريم واحد، نون ريم اتنين، نون ريم تلاته، والريم. نون ريم واحد هي بدايه دخولك في النوم، احساس النعاس اللي بيجي لك، ودي بتقعد حوالي من 5 ل 10 دقائق. نون ريم اتنين بيبدا فيها درجه حراره جسمك تقل وضربات قلبك تهدى ومخك يهدى. نون ريم تلاته عضلاتك بتبدا تريلاكس وضغط الدم بتاعك بيبدا يقل. والريم هي دي المرحله بتاعت النوم بجد، اللي المخ بيبقى فيها اكتف اقصى ما يكون، وهي دي فعلا مرحله الراحه. الاربع مراحل دول بنسميهم دوره نوم، سليب سايكل. السليب سايكل دي بتقعد حوالي 90 دقيقه. النوم الكويس لما تقول لنفسك كده انا نمت النهارده كويس جدا، بيبقى من 4 ل 5 دورات نوم. طيب لنفرض ان انت مزنوق في الشغل، مزنوق في الدراسه، محتاج تنام عدد ساعات قليل، نصيحتي نام على الاقل على الاقل دورة نوم اللي هي مدتها كام؟ 90 دقيقة. شعور الزهق اللي بتحسه أول ما تصحى من النوم غالبا بيحصل لأنك قطعت دورة نوم في النص، وفي ابلكيشنز ممكن تسهل عليك الموضوع، بتحسب لك دورات النوم. لو أنت هتنام دلوقتي المفروض تصحى الساعة كام؟ أيا كان عدد دورات النوم اللي أنت هتحب تنامها، اعرف إن دي النصيحة رقم 25 من أصل 30 نصيحة في 30 يوم.